طيب خلينا ندخل في الموضوع على طول. تخيلوا كده الموقف، حد بيسألكم عن عيلتكم بالألماني، هتردوا تقولوا إيه؟ هو ده بالظبط اللي هنعمله النهاردة. هنمسك الموضوع حتة حتة، وهنبدأ منين؟ طبعا من كبار العيلة. كل عيلة ليها جذور، والبداية دايما بتكون من الجيل الأول، يعني الأجداد. خلينا نتعرف عليهم بالألماني. نبدأ بالجد. الجد بالألماني اسمه der Großvater. اسمعوا كده النطق der Großvater. نقولها مرة كمان مع بعض der Großvater. ممتاز. طب إزاي نستخدمها في جملة؟ بسيطة جدا. ممكن نقول Mein Großvater ist sehr alt، يعني جدي كبير قوي في السن. جملة سهلة ومباشرة بتوضح المعنى. ودلوقتي دور الجدة. الجدة باللغة الألمانية هي دي Großmutter. مرة تانية دي Großmutter. خدتوا بالكم؟ اللغة الألمانية ساعات بتبقى عاملة زي الليجو، جروس يعني كبير، وموتا يعني منطقية جدا. خلاص خلصنا الجذور، ننزل بقى للجيل اللي بعده على طول، الأب والأم، يعني أساس البيت. طيب لو عايز أشير للأب والأم مع بعض، الألمان عندهم كلمة واحدة للموضوع ده، وهي دي Eltern. بس خلوا بالكم من حاجة، الكلمة دي دايما جمع، يعني مفيش منها مفرد، هي كده على بعضها. شوفوا المثال ده هيبين الفكرة. Meine Eltern wohnen in Dresden. ودي تعتبر إجابة نموذجية على سؤال بيتسأل كتير قوي، وهو Wo wohnen deine Eltern؟ يعني أهلك ساكنين فين؟ ودلوقتي ننزل درجة كمان في شجرة العيلة، ونروح لفرع مهم جدا، الأولاد. وهنبدأ بالبنت والابن. الابنة بالألمانية يعني دي Tochter. ركزوا معايا في النطق، دي Tochter. مثال عملي جدا، لو حد عايز يقدم بنته هيقول Meine Tochter heißt Luisa. طريقة واضحة مباشرة عشان يقول اسمها. أما الابن فكلمته بالألمانية هي der Sohn. سهلة جدا في النطق، صح؟ der Sohn. وعشان الكلمة دي تثبت في دماغنا، جملة بسيطة اهي، Er ist mein Sohn. يعني بكل بساطة هو ده ابني. ودلوقتي وصلنا لآخر فرع في شجرة العيلة بتاعتنا النهاردة، الجيل اللي بيملى البيت بهجة ولعب، جيل الأحفاد. بصوا بقى، الجدول ده بيلخص لنا قصة الأحفاد كلها. الحفيد الولد هو ده إنكل، الحفيد البنت هي دي إنكلين، ولو هنتكلم عنهم كلهم مع بعض يبقى دي إنكل كيندا. والمثال ده بيورينا إزاي نستخدم الجمع في جملة لطيفة. Meine Enkelkinder spielen im Garten. يعني ببساطة أحفادي بيلعبوا في الجنينة. حلو قوي. بعد ما مرينا على كل جيل لوحده، إيه رأيكم نجمع كل ده في ملخص سريع زي خريطة كده، عشان المعلومات كلها تثبت في مكانها الصح. يبقى كده عشان نلخص شجرة العيلة دي بسرعة، بنبدأ من فوق خالص، من الجذور، ودول الجروسيلترن الأجداد. ننزل درجة نلاقي الإلترن اللي هم الأهل. ننزل كمان درجة هنلاقي الكيندر الأولاد والبنات. وآخر حاجة تحت خالص هم الإنكل كيندر الأحفاد. بسيطة خالص اهي، صح؟ كده الصورة كلها بقت واضحة. وفي الآخر عايز أسيبكم مع سؤال صغير كده تفكروا فيه. بعد كل اللي عرفناه ده، إيه هي أول كلمة ألمانية هتيجي في بالكم تستخدموها عشان توصفوا حد من عيلتكم؟ الإجابة على السؤال ده هي بداية استخدامكم الفعلي للغة.